فاكر ان التسوس بيجي من الحلويات بس انت لازم تشوف الفيديو ده. في 5 حاجات ناس كتيره بتعملها يوميا وبتسوس الاسنان اسرع من السكر نفسه. اول حاجه النشويات الجافه زي العيش والبطاطس والبقسماط. النشويات الجافه بتلزق على الاسنان زي الصلب، تحول لسكريات جوه الفم اسرع من الحلويات. يعني كيس شيبسي او لقمه عيش ناشفه ممكن تسوس اسنانك اسرع من الشوكولاته. تاني حاجه المشروبات الحمضيه حتى لو ما فيهاش سكر، ليمون، خل، مياه غازيه، حتى لو دايت، كل ده حموضته زياده وبيسبب تاكل في المينا. تالت حاجه جفاف الفم. اللعاب بيحمي اسنانك، فاول ما اللعاب يبدا يقل البكتيريا تبدا تشتغل بشكل اسرع، وبالتالي التسوس يبقى ظهوره اكبر. وده بيحصل من قله شرب الميه او ان انت بتتنفس من بقك. وبرده في ادويه معينه بتسبب جفاف في الفم. رابع حاجه الوجبات الكتير على مدار اليوم. مش مهم انت اكلت ايه، المهم انت اكلت كم مره. كل مره بتاكل فيها البكتيريا بتبدا تشتغل. انت لو بتاكل حتى لو لقمه صغيره كل ساعه انت كده بتخلي البكتيريا شغاله طول اليوم. خامس حاجه غسيل الاسنان الغلط. ناس كتيره بتغسل اسنانها لكن بشكل غلط، بتسيب اماكن او بتغسل بسرعه او مش بتستخدم خيط الاسنان اصلا. في الاخر الناس بتقول انا غسلت اسناني، لكن رغم ده بيظهر لي تسوس. والغلط بيبقى في تنظيف الاسنان نفسه. في النهايه مش السكر بس اللي بيعمل تسوس، لكن في حاجات تانية بتخلي التسوس يبدا يظهر برضه. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.